بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذه اللحظات الإيمانية التي نتناول فيها ونتدارس جزءا مما يتعلق بالعلم بعلامات الساعة، وخصوصا فيما يتعلق بالتطبيقات التي قد وردت فيها النصوص الشرعية. ونأخذ في هذه الساعة المباركة، في هذه اللحظات المباركة، مسألة تضييع الأمانات. هذه مسألة مهمة في الدين، لأن الأمانة عروة من عرى الإسلام، من أوثق عرى الإسلام. تضييع الأمانات مشكلة كبيرة، لكن لما جاء الإسلام وأراد أن يؤسس وأن يقوي دعائم الدين وأن يرسي دعائم الدين، جعل أهم دعائمه الأمانة. وهذه كانت خلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يبعث، فعرف بأنه صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. والأمانة المقصود بها تضييع الأمانات، خصوصا في أزمنة التغيرات وفي أزمنة التحولات، هي ضياع المسؤوليات بعمومها، يعني ضياع بشكل عام. يعني المعنى يتسع من أن يكون مجرد ضياع الودائع أو غيرها، ولكن المقصود ضياع الأمانات التي أرادها الله عز وجل، كأمانة الحكم، كأمانة الولايات الخاصة أو الولايات العامة، أو كغيرها من المسؤوليات التي تتعلق وتناط بالأفراد أو بالآباء أو بالأمهات أو بالمعلمين أو بالعمال أو بكثير مما يتعلق بهذه كلها تضييع الأمانات. والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن هذا، أن هذه بتكون ظاهرة، تكون حالة ملاحظة في أزمنة التغيرات. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ستكون سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخؤون ويخون فيها الأمين. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر، لما جاء رجل يسأل عن الساعة، فانشغل شوية صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذا ضيعت الأمانة، كأنها علامة تؤكد على دنو واقتراب قيام الساعة. وهذه الأمانة بملحظها العام، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فيقول الرجل: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ وهذا الحديث في الصحيح، رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة. يقول: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. وقال لأهل العلم في هذه المسألة رأيان: كيف يكون أن يوسد الأمر إلى غير أهله؟ أي أن تسند هذه المسؤوليات في الحكم، خصوصا ما يتعلق بمسائل الحكم، لأن أهم عرى الإسلام الحكم، فأن يوسد الحكم إلى غير أهله، أي غير المؤهلين، أي غير الذين هم أكفاء للقيام بهذه المهمة، فهم غير أهله. هذا معنى. والمعنى الثاني غير أهله أن يكون الأمر بيد الكافر، فيقول أمر هذه الأمة إلى الكافر، وهذه من تضييع الأمانات. لذلك إذا رأيت هذا الملحظ، رأيت هذه الظاهرة في حياة المسلمين، فإن هذا جزء أو ظاهرة أو علامة أو آية أو شرط من أشراط الساعة. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الحكم هذه بالذات، وقال في الحديث: بادروا بالأعمال 6، وذكر منها صلى الله عليه وسلم إمارة السفهاء، وكذلك سفك الدماء، وبيع الحكم، وقطيعة الأرحام، ونشأ يقرؤون القرآن يتخذونه مزامير. ثم ذكر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثرة الشرط. وكثرة الشرط عندما تتعدد الشرط دلالة على أمرين: الأمر الأول على ضياع الإيمان، وضياع الإيمان عبارة عن ضياع الأمانات. يعني ما يضيع الأمانة، إضاعة الأمانة بسبب ما في إيمان. ولهذا هذا ملحظ من الملاحظ. كل هذه الأمور التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تأتي متلازمة متلاحقة مترتبة مع بعضها البعض، بمعنى أن كثير من الظواهر مثل هذه اللي ذكرناها تأتي متلازمة: توسيد الأمر إلى غير أهله، نقض العرى، غربة الدين، تضييع الأمانات، بيع الحكم. كل العلامات هذه تظهر بصورة متلازمة وظواهر متلازمة في أزمنة متوافقة، وبالتالي تكون ظاهرة يراها الناس
كأنها مقبولة ومتقبلة رغم أنها مرفوضة في الدين، في أصول الدين. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم حالنا عندما تكثر مثل هذه الظواهر، ويقول كما جاء في الحديث أيضا الذي رواه الحاكم عن سمرة بن جندب قال: ولن يكون ذلك حتى ترون أمورا يتفاقم شأنها في أنفسكم وتقولون هل كان نبيكم ترك لكم منها شيئا؟ يعني تبقوا تتساءلوا تبحثوا هل كان النبي ترك لنا من نلاحظه من هذه الحياة، من هذه التغيرات، من هذه التحولات الموجودة، هل ترك لنا منها شيئا؟ وهذا يدل أمر أن الناس تلجأ إذا رأت الظواهر هذه كلها إلى الاهتمام بالعلم بعلامات الساعة وإلى النظر فيها والتدقيق والبحث، لأن ليس مخرج من هذه الحالة التي يعيشها المسلمون اليوم إلا البحث والدراسة والنظر فيما تركه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعلم بعلامات الساعة. نسأل الله أن يحفظ لنا أماناتنا وأن يردنا إليه مردا جميلا. صلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.